يا مساء الخير عليكم جميعا. النهارده هخطفكم معايا كده في جولة سريعة في عرض البحر باليخت، وكانت جولة حلوة جدا هتعجبكم. طبعا هنا زي ما احنا شايفين مرسى اليخوت، وده بالتحديد مرسى يخت الجبل اللي هو كان صحبة رحلتنا النهارده. وبالنسبة لأماكن الحجز بتبقى متوفرة على كورنيش البحر، موجود كل منطقة فيها مناطق للحجز اليخوت. والمكان عامة المرسى بتاعهم موجود في المينا، مشهورة المينا في مرسى مطروح للي حابب يروح. رحلات اليخت عامة بتبقى ساعتين، مرتين في اليوم، من 2 ل4، والرحلة التانية من 4 ل6. دي بالنسبة لمواعيد رحلات اليخت. وبالنسبة للحجوزات زي ما شرحت لكم قبل كده، وهسيب لكم برضو في صندوق الوصف الأماكن اللي ممكن تلاقوا فيها الحجوزات والمواعيد بالظبط تاني عشان اللي حابب يعرف، وهسيب لكم تليفون للتواصل للي حابب يحجز أو يروح هناك تاني بعد كده. وطبعا زي ما احنا شايفين الكابتن محمد عزت صاحب يخت الجبل اللي احنا شايفينه وهو يظهر قدامنا كده في الشاشة. منور كابتن محمد. وهنا نزلنا لليخت زي ما احنا شايفين، ده اللي هو مكان الانتريه بتاع اليخت. وزي ما احنا شايفين كده من خلال البلكون بتاعه او الروف بتاعه بيكون ظاهر مننا البحر، شايفينه احنا كده. وده اول دخله لينا لليخت، بنشوف المنظر اللي احنا شايفينه ده قدامنا كده. بتبقى قعدات أسرية، ممكن حابين ان احنا نستقل في مكان لوحدنا ممكن نحجزه مستقل، حابين نبقى يعني أسرة كبيرة، أو حابب ان انا اطلع لوحدي مفيش مشكلة. بتبقى في خصوصية شوية. هنزل بيكو كمان لتحت هنا في مكان تاني زي ليفينج كده موجود، برضو ليه مطلات صغيرة كده للبحر، بنشوفها وهوريها لكم دلوقتي. في شاشات في القعدة زي ما احنا شايفين كده. ده الدور الأرضي تحت خالص لليخت. انا حابة اديكم فكرة كده سريعة عن عموما شكل اليخت من جوه ومنظره، شكله الجميل بصراحة عجبني جدا. القعدة فيه كانت ممتعة جدا. دي المطلات بتاعت البحر اللي هي بنبص عليها من الشباك الصغير ده، بتبقى مناظر بصراحة في منتهى الروعة والجمال زي ما احنا شايفين كده. وبالنسبة للأسعار الحجوزات، طبعا برضو احنا عارفين ومتأكدين، ومعلومة نعرفها لنفسنا، السيزون بيختلف في توقيتاته. في عز الذروة في الزحمة